السلام عليكم، يا مساء السكر على عيونكم. تعالوا بقى اقول لكم على عشوه سهله قوي قوي وسريعه. عشوه كده زي ما بيقولوا اكل الشوارع. اكل الشوارع اعملي لي ولادك في البيت بطريقه نظيفه ومضمونه. اول حاجه عملتها هنا، جبت نص كيلو من السجق وسخنت حته كده قطعه من الليه وسبتها تسيح مع معلقه من السمنه، ونزلت بالسجق بتاعي زي ما انتم شايفينه كده. انا سبت السجق سليم، ما حبيتش ان انا اقطعه علشان لو فيه اي دهون هينزل كل الدهون اللي فيه وهو سليم، وكمان علشان لما اجي اعمله سندوتشات يبقى متماسك معايا، وانا عايزاه زي ما هو كده سليم. تمام. ابتديت بقى اقلب كده في السجق شمال ويمين كده لحد ما انزل. شايفين الدهون اللي فيه دي كلها؟ هو ده السر في طعم السندوتش اللي انتوا بتاكلوه من الشارع، عربية الكبدة والسجق. ده السندوتش ده بيقولوا عليه السندوتش المشكل. تمام. اللي خلاني عرفت السندوتش ده قوي، انا عمري ما اكلته ابدا من الشارع، بس انا هقول لكم لما كنت بوظف في شقتي الجديده، كان جنب البيت في حد بيعمل السندوتش ده، فريحته كانت فظيعه، فكنت بجيب منه للصنايعيه. بصراحه كنت بوفر يعني في الوقت وكده عشان الشغل وكده. بعد كده بقى ابتديت جبت ربع كيلو من الكبده، وربع كيلو من الكفته. طبعا انا بقولك على المقادير، انا بشيل كده لما باجي اعمل كفته الحاتي، بشيل منها قطعه كده قد كبشه الايد بالظبط، بتوفر معايا اكله. وهو بس اللي انا جبته السجق يعني. والكبده برضو لما بيبقى عندي كبده جملي او الجملي بصراحه ما بشيلهاش خالص في الفريزر، الجاموسي او الكبده اللي هي المستورده بحبها قوي بصراحه. يعني الكبده المستورده دي جدا العشق بتاعي يعني بصراحه. فما بجيب كده كمية، مثلا لما بجيب كيلو او اقل، مثلا كيلو الا ربع او اي حاجة، لازم اخد جزء منها اشيله برضو في الفريزر. بجمع بقى الاكياس دي في الاخر وابتدي اعمل بيها الطبق المشكل اللي انتوا شايفينه ده. امانة عليكم تجربوه، لان طعمه حلو قوي قوي، هيفرق معاكي عكس ما تعملي كل حاجة لوحدها. بعد كده بقى جبت الفلفل الاخضر ونزلت بيه، وهجيب كمان توم مفروم وهنزل بيه برضو على الخلطة دي. لو انت حابة بقى تحطي طماطم متقطعة مفيش مشكلة، حطي بقى بصل، عايزة تحطي بصل حطي، عايزة تحطي طماطم، عايزة تحطي فلفل الوان، اللي انت عايزة تحطيه حطيه. بس انا حبيت اعملها بالظبط زي الطريقة اللي بتاع المحل، اللي هي العربيات بتاعت الشارع.